والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. مرحبا بالرجال أهل الوفا والكرم، مرحبا بالرجال أهل النقا والشيم، مرحبا بالرجال اللي ترزى العلم. والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. يا هلا الفين مرة بالضيوف الكرام، يا هلا عد مطار سمانا حمام، ما نبدي لكم يا كوت خير الكلام. والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. ارحبوا عد ما بان الصبح والضحى، يا قصار الثياب يا طوال اللحى، يا هلا عد من يقرا الفلق والضحى. والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. شوف تغلى الحبايب تسوى شوف القمر، القمر لا تعلى يوم 15، ما يضيق الصدر لا ما يضيق الصدر. والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. مرحبا كل ما ذع ونسناس هبوب، مرحبا بالنشامة من شمال وجنوب، ما تتوب العرب عن شوفكم ما تتوب. والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي، والله الوالي ولا غير الله الوالي ولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات في حلقة جديدة من حلقات برنامج وقت مستقطع. حياكم الله جميعا. واليوم إن شاء الله بنشاهد في هذه الأمسية الرائعة فرقة جميلة ورائعة، واليوم يقدمون إن شاء الله شيء جديد. ليش أنا أقول كذا؟ ليش؟ لأن أحس اليوم إن شاء الله بتصير شعلة بإذن الله. شعلة. وإيه نعم، وأتوقع فريقي بإذن الله من الآن أقول لكم يعني فايز إن شاء الله، وماخذين الأول. أما فريقك من الآن خذهم. وعليكم ترى كل حلقة يقول كذا وينهزم كل حلقة. لا، عشان أرفع معنويات فريقي. إيه. وأتوقع إن شاء الله فريق إن شاء الله فريق فذ. إيش رأيك نعرف فيهم يا شيخ؟ والله طيب. معنا اليوم فعلا ما شاء الله فرقة أبو ملوح. معنا الأستاذ حمود العديم، حياك الله. الله يحييك. صراحة سعدنا اليوم بلقائك وفي هذه الأمسية الرائعة في برنامج وقت مستقطع. أبو ملوح يعمل بالمجال الفن الإسلامي، كاتب ومنشد وشاعر، وما شاء الله له سلسلة ما شاء الله أشرطة أبو ملوح، وأتوقع 4 أشرطة الآن. نعم. وأيضا في شريط قنوات، وفي أيضا شريط جديد موعدنا فيه إن شاء الله اسمه جنيات، ولعل إن شاء الله يعطينا منه إن شاء الله. وأيضا المفاجأة الجميلة الرائعة مسلسل كرتوني أبو ملوح. عسى شرع نفس الشكل والحجم إن شاء الله. والله الشكل يخرع شوي نتمنى إن شاء الله. الله يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا الأستاذ متعب ضمادي، حياك الله. الله يحييك. من فرقة أبو ملوح، أيضا ما شاء الله له موهبة جميلة، صحفي بجريدة الجزيرة، وأيضا مدير المسرح بنادي الأدبي بحائل، وممثل ما شاء الله. حياك الله. حياك الله. وأيضا معنا أخونا الأستاذ أحمد العديم، حياك الله. أبقاك الله. ما شاء الله متميز، مصمم دعائي، وأيضا مصمم موقع أبو ملوح وديوانية أبو ملوح، وإن شاء الله بيعطينا نبذة عن هالديوانية وعن الموقع بإذن الله خلال البرنامج. ما شاء الله تبارك الله. أيضا أعزائي المشاهدين، معنا نستكمل فرقة أبو ملوح خلينا نسميها النصف الثاني في الفرقة اللي بدأ مع أبو ملوح هو بندر العديم. حياك الله أخوي بندر. الله يحييك. بندر طبعا عضو فاعل في فرقة أبو ملوح، طبعا ابتدأ هو وأخيه أو أخوه حمود. كان له أدوار جميلة في الفرقة في المقاطع الصوتية. المخرج يغششني، عارف اللي يقول ثامر ترند. نعم. وأيضا أبو مجلد وأبو غثيث. نعم. ايش سالفة أبو غثيث يعني؟ صح صدق إنه غثيث، الشخصية غثيثة يعني؟ والله هي غثيث، حتى في التسجيل هو غثيث. بعد ما نخلص من التسجيل لازم 3 حبات 4 حبات بنادول عشان الصوت يعني. حياك الله أستاذ بندر. الله يحييك. أيضا معنا الأستاذ فهد غنيم الحوالي، ملحن ومهتم بفن الإنشاد. حياك الله أبو غنيم. الله يحييك. الله يبارك فيك. طبعا الأستاذ فهد ما شاء الله تبارك الله
ملحن جميل، وأيضا يملك صوت جميل، لكن ما أدري ليش ما يعني دخل مجال الإنشاد بقوة. بيدخل إن شاء الله اليوم في البرنامج بإذن الله. حياك الله أبو غنيم، فرصة سعيدة أن نلتقي في برنامج وقت مستقطع. الله يجزاك خير. أيضا معنا عضو فرقة أبو ملوح أيضا الأستاذ سويلم الشمري. حياك الله سويلم. حياك الله. الله يبارك فيك. عضو الفرقة أيضا وممرض. حياك الله. كم مات على يدك يا سويلم؟ أقول شكله يعطي بغثيث البنادول في الاستديو. الله يحييكم. معنا إذا 5 من فرقة أبو ملوح، وأيضا بالنسبة أنا تابعت البرنامج، من خلال متابعتي اللي هو وقت مستقطع لقيت صراحة فرقة أبو حذيفة دائما تكتسح أي فريق قدامه. لاحظت انت؟ يعني شيء واضح. على أنا أقول الفكرة يعني انهم يمشون احسن لهم. صدق يعني والله. الآن جبت شيء جديد يعني معروف ابو حذيفه وفريقه، يعني مو على اساس ان احنا بالفريق، لا كلمه حق هي. فانا انصح اخونا الحوالي يعني يعطيه العافيه انه يلحن لكم نشيد حزين وانتم طالعين من جد يعني، وانا اللي باديه. شوف بسمة ابو ملوح، انا ان شاء الله قايل اليوم، قال ان شاء الله بناخذ الاول غير التاريخ. لا ان شاء الله. لا يهمك الكلام هذا. اي نعم تعجبني. الميدان يا حميدان. احسن عندنا الموقع ان شاء الله الدعايه ان شاء الله بيعطيك تصميم على كيفك ان شاء الله باذن الله. إذا حياكم الله جميعا في بداية هذه الحلقة، حلقة برنامج وقت مستقطع، وإن شاء الله تكون حلقة تنافسية فيها إثارة وفيها متعة. أبو عبد الله نبدأ ولا يبدون الشباب يعطونا شيء؟ والله ودنا يعطونا شيء قبل ما نبدأ، صراحة ودنا نسخن. كان عندكم أناشيد صيحات شغلات معينة حماسية كذا حلوة، يعني عطهم واحدة هجنتهم من الآن. أبو ملوح يقول الفايز دائما يعني يبدأ فيه محاورة حلو بين أبو ملوح وأبو ساتل، ممكن نجيب لكم شيء منه؟ نعم تفضل. الثاني اسمه ايش ابو؟ أبو ساتل. ساتل. أبو ملوح طبعا. يا سلامي على اللي حاضرين، يا سلام يا هلا بالرجال وفي مضامينها. طبعا حنا شيء لازم معه. لازم تسلم. الله لا ما في هلا الله، تشيل معه. يا سلامي على اللي حاضرين، يا سلام يا هلا بالرجال في مضامينها. جيتي يا وجه بن فهره وانا لك تعامه، تبي حرب النجوم بشر براعينها. يا سلامي على اللي حاضرين، يا سلام يا هلا بالرجال في مضامينها. خلوها الملاقط بدا والمعركة بالكلام. بالله شعللوها نبي تقبس دخاخينها. يا سلامي على اللي حاضرين، يا سلام يا هلا بالرجال في مضامينها. طبعا طفى الكهرب على العرس ومشوا كلهم. ان شاء الله بنقولها ان شاء الله في اخر الختام ان شاء الله حسن يطلعون اخوان. بس قال لي الدرب زين. ها شيخ بندر قال الدرب وانت معي. لا طيب ايش رايك نبدا ابو عبد الله؟ طيب معنا الان اول فقراتنا المثل، ومين بيطلع معنا بيمثل؟ اول واحد فيكم تفضل. بسم الله. استاذ محمود حياك الله. الله يحييك. حياك الله. بسم الله تفضل. المثل كالتالي، ابغاك تمثله للشباب زين، انا اعطيك اشاره. بسم الله. واضح صعب يا شيخ. 2 3 4. طيب واضح ان شاء الله. لا ان شاء الله سهل، واتوقع ان شاء الله بتجيبها ان شاء الله. ان شاء الله. نبدا. يلا بسم الله تفضل ابدا. كم كلمة؟ 5 5 اطلع.